أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ساعة مسرح. إحنا هنا في قاعة المؤتمرات تبع جامعة القاهرة، وبيعقد فيها ختام مهرجان إبداع. مهرجان إبداع هو مهرجان للجامعات المصرية كلها، مسابقات فنية وثقافية وأيضا أدبية. الطلبة خلصوا كل إبداعاتهم طول السنة، والنهاردة الختام وإعلان المسابقة. أعزائي المشاهدين، طبعا وزارة الشباب قامت بمجهود كبير جدا في موضوع ابداع، وسياده الوزير وزير الشباب الدكتور خالد عبد العزيز هيقول لنا اولا الابداع بقى له 4 سنين. 4 سنين. وحضرتك بقى لك كام سنه في الوزاره؟ 4 سنين، انا بقالي 3 سنين في الوزاره، بس ده الموسم الرابع يعني. لان انا ابداع من قبل وجودك. من لا ليه تطور بقى في لا مش وجودك؟ قبل، احنا اللي عملناه، بس انا جيت اصلي فتره في حكومه الدكتور الجنزوري. نعم. فجيت في مره في حكومه الدكتور مشروع الجنزوري، وبعدين وبعدين رجعت تاني؟ خرجت في حكومه الاخوان. ليه خرجت عشان سياده الاخوان الوزير؟ جم فخرجت طيب وبعدين كويس. جينا تاني رجوعك مره جينا ثانيه كان بعد كويس. 30 يونيو. لكن كانت الفكره دي الحقيقه من عندي من زمان جدا. انا يعني واحد من اللي بيحبوا الفن كمشاهد، يعني بتفرج على كل حاجه في السينما المصريه وفي الابداعات المصريه في الموسيقى وفي الغناء وفي الكورال. فالحقيقه حسيت بشكل كبير جدا قد ايه هذا يعني الابداع اثر في وجداني شخصيا يعني. وشفت قد ايه حاجات تاثرت بيها، حتى الاغاني الوطنيه اللي كانت في الفتره بتاعتنا والافلام الرائعه اللي كنا الواحد بيتفرج عليها قد ايه اثرت في حياتنا بشكل كبير. فانا الحقيقه كنت حاسس ان في غياب شويه في المرحله دي تحديدا، وقلنا ان احنا نبدا يعني نعمل منافسه بين شباب الجامعات. وعلشان نقدر نعمل منافسه بين شباب الجامعات لازم نعملها بالمستوى اللي الشباب النهارده يحب يدخل فيه. فلازم تبقى الجوائز عاليه جدا، لازم يبقى في نوع من الاعلام بشكل او باخر، لازم تكون المسارح اللي بنستخدم عليها المنافسات ديت او الناس اللي يعني لجان التحكيم على اعلى مستوى حد يعني عايز الشباب تشعر ان في اهتمام كبير من الدوله. فلما بيلاقي فنانين كبار او ادباء كبار او دكاتره كبار في الجامعه هم اللي محكمين، لما بيشوفونا بنستخدم المنشات العظيمه زي قاعه الاحتفالات الكبرى في جامعه القاهره، لما بيشوفوا التلفزيون المصري بينقل هذه الحدث او هذا الحدث على الهواء، كل ده بيدي انطباع للشباب الجامعات ان المسابقه قويه. كمان لما تكون الجوائز عندنا من اول 10000 جنيه لغايه 50000 جنيه الجائزه، فدي بالنسبه بقى طبعا لطالب في الجامعه وكده رقم مش وحش بالنسبه له، وبتزيد كل سنه يعني. فالحقيقه عملنا هذه المسابقه وبتتغير يعني بتتطور من سنه الى سنه، لغايه ما في سنه فيها كان موجود في مصر الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقه، وهو يعني من تلقى تعليمه في مصر ومحب جدا لمصر وللشعب المصري والفن والثقافه بشكل عام يعني، وتعتبر الشارقه هي العاصمه الثقافيه للامارات العربيه المتحده. فقال احنا كمان عايزين ندعم هذه المسابقه بمبلغ كبير، والحمد لله في 1,000,000 درهم اماراتي بيجي لنا كل سنه دعم من الشيخ سلطان، وده بيساعد كمان في الجوائز، لان هي المسابقه بتكلف حوالي 10 مليون جنيه، لان فيها اقامات وفيها ديكورات بنعملها على مسارح، وبتستمر من شهر اكتوبر لشهر ابريل النهائي بتاعه. اشترك عندنا حوالي 7000 طالب وطالبه في هذه المسابقه. كنا الاول ما بين الجامعات الحكوميه، جالنا طلبات كبيره من اهم الجامعات الاجنبيه اللي في مصر والجامعات الخاصه ان هم عايزين يشاركوا بفرق التمثيل وفرق الكورال بتاعتهم في فالحقيقه عامله حاله كبيره جدا. يمكن طبعا ان الابداع يعني الاخر مأثر شويه عليها، لكن انا شايف سنه مع سنه بتتقدم جدا، الاهتمام الاعلامي بيها بيزيد. هل الذهب ده كله هنرميه، ولا الذهب ده ينفع ان احنا نخزنه في قناه للشباب؟ هي الفكرة كلها ان يعني احنا علينا كوزارة الشباب ووزارة الثقافة، احنا بنحاول بقدر الامكان يعني نلقي الضوء على المواهب اللي موجودة عندنا، لكن المفروض بقى يكون في يعني انتاج بقى بشكل او باخر، في ناس تلقط هذه المواهب وتشتغل معاهم بشكل حتى يكون اكبر من كده اوسع من كده. لكن احنا في حدود الامكانيات المتاحة لينا في الحكومة بنحاول بقدر الامكان يعني نعمل الدور بتاعنا ونخلي وانا سعيد جدا عايز اقول لحضرتك حاجة، ودي احب اقولها يعني واحب ان الناس تحس بيها. الجامعات من سنتين، يمكن سنتين ونص، كانش الموقع فيها كده ابدا. كان عندنا وقفات مش عارف ايه واضطرابات واضرابات والتدريس مش منتظم. انا شايف بالدور الثقافي اللي تم في الفتره السابقه غير الشكل الحقيقه تماما. الشكل اتغير، بقى في رحلات وبقى في حفلات يعني اسبوعيه يمكن في الجامعه. وانا شايف ان ده دور كبير جدا، الدور اللي هو فيه الانشطه الثقافيه والفنيه والابداعيه والسياحيه، كل ده عمل تاثير وعمل نقله كبيره جدا في النشاط الجامعي بشكل عام على مستوى جميع الجامعات المصريه. وانا شايف ان الحمد لله عندناش مشكله واحده دلوقتي، وكل ما هنزود الانشطه الثقافيه والفنيه والسياحيه والرياضيه كل ده هيأثر بشكل كبير قوي لطلابنا، يعني هنستقبل ان شاء الله بعد ما يتخرجوا يعني مواطن في متوازن جدا نفسيا وفنيا وادبيا وعلميا ان شاء الله.
استاذ حلمي بكر، راي حضرتك في الشباب الجديد والمسابقات اللي بيعملوها، وحضرتك كنت يعني في كتير من المسابقات امين عام المسابقات دي، ايه رايك فيهم؟ بنظلمهم. ليه؟ عندنا مواهب لم تكن في يوم من الايام، واللي بيقول انا ضد، لا انا مع الاصوات الجديده، ولكن هيقولوا ايه؟ الموضوع ماذا ايه اللي هتغنيه؟ طب الكلام اللي هتكتب لك ايه؟ بدليل لا نفع اغنيه وطنيه ولا قوميه ولا في ظروف القناه غنينا حلو، ولكن استعنا بمين؟ بعبد الحليم، لان كان هناك من يكتب حبا ويغني طربا ونستمع اليه تذوقا. خليت الصينيين يغنوا عربي؟ خليتهم يغنوا عربي انا لما كنت امين عام المهرجان الدولي، والسنه الاخيره كنت هجيب هويتني هيوستن بوتشيلي، احنا جبناه عن طريق سبونسرز، وفجاه اول ما اعلنا بصينا ابعتوا 300 تذكره، راح الراجل واقع عملوا عمليه قلب مفتوح والراجل بوتشيلي بيغني بيتخبط على وشي. وجبت ايه؟ الكاتشب، جبت جميع الفرق، بل بالعكس كانت مسابقه اجنبي وعربي، اجنبي فيها امريكا وفرنسا كله، واظن لو الشرط موجوده الشرط موجود اتفرج. واللجان كان رئيس اللجنه بيبقى امريكي او فرنسي، واللجنه الشرقي كذا، وانا بلف على اللجان. حاجه جميله. انما الضحكه حلوه بس كفايه. طيب احنا في مسابقه ابداع، مسابقه ابداع ايه رايك فيها؟ ومستوى الطلبه ومستوى الملحنين ايه؟ هقول لك، انا بحيي وزير الشباب والرياضه انه ازاي بص بعينه لقى ما يطلبه الشباب. الجامعه دي في يوم من الايام ظهر فيها ناس كانوا بينزلوا اي حد يغني او يعمل اي فن ويضربوه، الى ان فجاه رئيس الجامعه فتح باب الوقوف على هذا الستيج الخطير اللي وقف عليه عظماء العالم، وبدا يحتوي مهرجان الابداع الى ان وصلنا في الابداع الرابع. وانا بحكم انا سمعت حاجات غريبه جدا. هقول لك، احلى الاصوات كان من جامعه الازهر فعلا بيغني، واللي بيقود الفرقه شاب ملتحي. الله اكبر. انا بسال كيف سمح لهؤلاء ان يغنوا؟ هل حرام ولا حلال؟ الفن ابداع، حلال جميل. ربنا الابداع اللي ده هو انت كده ينفع تعمل منه حاجات حرام زي اي حاجه في الدنيا. الباقي هنا لكي تستمر المسيره، ونحتاج الى هذا الشباب من الجامعه ان ننشئ قناه خاصه بالجامعه فعلا وتبدع ونطلع الابداع. واي حفل قومي، اي حفل وطني، هم اللي يحيوا الطلبه بتوع الجامعات. من هنا فتحت البوابه للتذوق، فتحت البوابه للقيمه، فتحت البوابه للشباب اللي هو كان قافل يقول لك هعمل ايه، وضل الطريق الى ان فوجئنا بالجامعات. هتشوف نماذج، هتشوف جامعه سينا، ايه ده؟ ايه ده؟ وقفوا قالوا ايه؟ واللي بيقولوه باصواتهم ايه؟ وبالزي القومي اللي هم بيحتفظوا. يا جماعه دي مصر. عايز تتكلم عن الرياده؟ ابدا من الابداع الخامس كمان ان شاء الله. استاذ حلمي بكر، بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا في برنامج ساعه مصر. شكرا سعد. سينا يا سينا واحنا هاديك، زرعنا الوارد في اراضيك. يا شيخ زويد يا ابو محمودي، بلقين على الله القدس تعودي.
وعالعين موليتين و12 مولاية جسر الحديد انقطع ندوس رجلايا مشوار مشيت الصبح ومشيت عشية يا حباب لا ترحلوا ضلوا حوالي ريدها يا ريدها كيف ما يريدها طفلة تانية هدية والعسى ريقها ريدها يا ريدها كيف ما يريدها طفلة تانية هدية والعسى ريقها يلبي بنت مرعية مرعي ولا بلا راعي مرعي ولا بلا راعي قلت وحياتك ماني مرعي لغيرك نوايا سد دراعي لغيرك نوايا سد دراعي مرعية يلبي بنت مرعية مرعي ولا بلا راعي. الحقيقه ان ابداع الطلبه حاجه مهمه للغايه، والشباب في مصر ابداعاتهم مختلفه عن ما احنا متخيلين. دكتور اسامه علي مايسترو اوركسترا الشباب، لكن كمان هو كان موجود معانا في ابداع من اولها لاخرها، فهو هيحكي لنا ابداعات الشباب بتختلف عن ابداعات الكبار في ايه؟ ابداعات الشباب بتختلف عن اي ابداعات في اي مرحله عمريه في الطاقه اللي عندهم اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لهم في سن الشباب. الطاقه دي طاقه زي ما احنا قلنا اكيد بتبقى ايجابيه وسلبيه. احنا دورنا كوزاره او كمثقفين ان احنا نوجه الطاقه دي الى الشكل السليم والابداعات السليمه والابتكارات السليمه، سواء كانت في المجال الرياضي او فنون او الموسيقى او الكورال، ايا كانت هذه المجالات. المهم ان الشباب ما يتجهش انه يفكر في استخدام الطاقه السلبيه في حاجات تانية زي المخدرات او في قضايا ملهاش علاقه بسنه. هو ده الدور الحقيقي من مسابقه ابداع قبل ما تخرج بقى الابتكار والابداع، ان هي توجه الطاقه بشكل سليم. ده حصل خلال ال4 سنوات اللي فاتوا او خلال ال4 اصدارات لابداع؟ حصل بشكل تطوري، يعني ابتدى يتطور بشكل ان انا بعالج الاخطاء. كان زمان الموضوع بيتعمل كفريم كشكل، لكن ابتدى كل سنه تعالج اخطاء سنه ماضيه، وده بيمشي في اتجاه سليم، لان ده بيصب في الاخر لمصلحه الشباب، لانهم ابتدوا يحتكوا دلوقتي باعمالهم بسوق العمل، وده المطلوب، ان هم ما يبقوش بعيد عن سوق العمل، يبقوا جوه سوق العمل. بشهاده اكبر الخبراء هم فعلا قدروا السنه دي في ابداع 4 يتفوقوا على انفسهم، قدروا ان هم يحققوا قبل اي مركز. دايما بقول انا حتى كعضو لجنه تحكيم ما فكرتش في حته المراكز، كنت بفكر قد ايه هم ابدعوا اكتر من المركز. مش المركز هو المهم، ابداعهم وان هم صدقوا اللي قالوه كان ده الاهم بالنسبه لي. والجمهور اللي جه حضر من الشباب، ايه رايك في الفكره دي؟ يعني فكره التواصل ما بين شباب بيعرضوا للشباب، مش بس الجمهور، هو انتقال الثقافه الصح السليمه، ان احنا نبدا بقى نفكر ازاي نستغل الفن ده بشكل منضبط، بشكل اخلاقي، بشكل فيه تناقل الثقافه بشكل سليم، ان كمان يحصل تفاعل. زمان ما كانش بيحصل تفاعل، زمان كان الموضوع منفصل، ما كنتش تعرف مين بيقول ايه وفين وليه. فانا بقول ان دي التجربه الحقيقيه اللي ممكن تخلينا زي اوروبا في يوم من الايام، لان اوروبا بتركز على الابداع، اليابان بتركز على الابتكار والابداع. احنا دايما كنا في مرحله التلقين والتحفيظ وعدم ربط المفاهيم ببعض. فما تبدا تقول للشباب السنه دي في ابداع، انت هتالف، انت هتبتكر توزيع وهتبتكر تلحين وهتعمل لحن زي بني سويف وزي معهد موسيقى عربيه وزي جامعه عين شمس، مش عاوز انسى جامعه، كلهم عملوا اعمال مؤلفه وبلحن وبتوزيع جديد. كل ده بيضفي على ابداعات الشباب بريق خاص، جواهر خاصه بتدوق طعم ذهب الشباب، وده الاهم، ده الاهم ان احنا نصحي فيهم الجواهر دي. أرضي حرية مسروقة، سمانا عم تحلم
وبتسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام. يا عالم أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، أرض الصغيرة مثل الصغيرة ادونا السلام وعطونا الطفولة. أعطونا السلام. يمكن من اجمل الحاجات اللي حاصله في الحفله انه اللي بيعملوا الشغل واللي بيغنوا من جامعات مختلفه. فمثلا جامعه سينا، رغم انه احمد الهاشمي مش من سينا ولا حاجه، مش كده؟ انت منين؟ انا من سوهاج. حضرتك سنه كام؟ انا سنه 5 طب اسنان. الله اكبر. دكتور طب اسنان مهتم بالغنى. عايز اعرف منك اولا، انت بقالك قد ايه بتغني؟ والله يعني مش من فتره كبيره، بس تقريبا نقول من 2010 ممكن. ياه، يعني قبل كده كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ لا والله، هو انا كان عندي ميول للسمع اكتر من الغنى، فانا كنت كمستمع. انت اكتشفت ان صوتك كويس؟ لا، من فتره كبيره جدا، من وانا صغير، حفظ قران وامتهالات والجو ده. فادك حفظ القران؟ جدا جدا طبعا، ده افادني في المخارج، في الاتقان، في النغم والتحويلات، بقى عندي ليونه جدا. فغالبا حتى في قواعد يقول لك. اتعلمت تجويد ولا لا؟ مظبوط، اتعلمت. نعم. اوعى تقولي انك دخلت كتاب. لا، والدي بقى هو اللي عمل الدور ده معايا. يا سلام، هو قارئ للقرآن الكريم؟ والدي قارئ ومجاد، فالحمد لله هو يعني ظبط لي الحوار ده. الله اكبر. طيب، حاجه جميله للغايه. ده اللي اسس عندك مخارج الالفاظ تبقى سليمه، ودنك تبقى مظبوطه، مخارج التونات تطلع صح. بعد كده انت طورت نفسك بايه؟ هل بتشتغل سولفيج، بتشتغل مع بيانو، مع حاجه؟ هو السمع عموما يعني انا وصلت مرحله ان انا كنت بسمع من اول 1890 لحد 1890 عفوا لحد 1960. فكان الحقبه دي اصلا حقبه غنيه جدا بالمزيكا وبالعرب وبالامكانيات والتكنيك وكل الكلام دوت، ففادتني نوعا ما. يعني بعد كده ربنا كرمني باساتذه كان لهم الفضل عليا، ادوني بعض الارشادات والتوجيهات اللي خلتني يعني الحمد لله وصلت مرحله يعني
على رأي الأستاذ حلمي بكر حضرته الموسيقار قال يعني أنا وصلت مرحلة من الاحترافية، ويا رب يعني أكمل في المشوار على خير إن شاء الله. يا رب، دي حاجه جميله للغايه. وانا سامع كمان في اصوات حلوه قوي عندكم. طبعا. الجامعه يعني واضح ان الجامعه فيها اصوات كتير جدا، مش بس اسيوط، كمان جامعات تانية. مظبوط. يعني أحمد حسام من جامعة دمنهور، واحد من نجوم جامعة دمنهور أصلا، ومغني اسيوط وسينا وجامعه القاهره وعين شمس الأزهر. والازهر. يا سلام على جمال. يعني الابداع ملوش حدود. وفعلا السنه دي كانت المنافسه شديده جدا 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 على مستوى الغنى الفردي والكورال، كانوا حاجه قمه في الابداع. دلوقتي انت في فرقه، هل هتغني بعد كده لوحدك فردي؟ هل ده مستقبلك، ولا طب اسنان، ولا الاثنين مع بعض، ولا ايه بالظبط؟ والله هو على حسب، يعني هو في كونسبتس عندي، يعني مبادئ معينه انا ماشي عليها، طول ما هي موجوده طول ما انا هغني. لو ايه انواع المبادئ اللي عندك؟ نوعيه الغنى اللي انا عايز اقدمه، انا مش حابب اقدم اي نوع من انواع الغنى. انا ليه؟ الغنى الطربي لانه بقى مفقود. انا عايز اقدم الطرب القديم. مظبوط، الطرب القديم، او حتى اقدم شكل الاغنيه اللي تليق. يعني نفسي اغنيتي تستمر مع الاجيال، يعني نفسي ما تكونش اغنيتي محدده بحقبه معينه او بالتينيجرز مثلا او بادلتس او اي حاجه من الحاجات دي. لا، انا نفسي ان اغنيتي بعد 40 سنه ممكن تتسمع ويتسلطن مش عليها. بس المراهقين او الكبار اللي يسمعوا، لا انت عايز كل الناس يسمعوا. انا نفسي اسيب بصمه. وده ازاي تقدر تعمله في رايك يعني؟ والله هو تعتمد على توفيق ربنا اساسي طبعا، والاختيارات الذكيه. يعني ما التسرع في الاختيارات هو ده المشكله للاسف اللي بيقع فيها 3/4 الفنانين اللي هم بيبتدوا يعني مشوارهم. بنحيي كل المتسابقين المبدعين اللي اهتموا بان هم يقدموا لنا اعمال مسرحيه. شكرا ليكم ودايما بالتوفيق. ابداع، يعني خلاص هي صممت وصنفت من الاعمال القوميه بمصر، ولي رجاء عند الشباب كونوا على قدر ومستوى هذا العمل الجليل. شكرا. أعزائي المشاهدين، بنتمنى أن حضراتكم تكونوا قضيتوا معنا وقت طيب ومفيد، ونلتقي الأسبوع القادم وساعة مسرح جديدة. شكرا وإلى اللقاء.